دلوقتي مع تقليل استخدام المضادات الحيويه هيبقى عندنا مشكله انه الناس عايزه تقول لك طب انا هرفع مناعتي ازاي اقدر اقاوم الامراض؟ ايه من الطبيعه حوالينا ممكن نقدر نعمل بيه؟ رفع المناعه دي موضوع كبير جدا بس نجيزه بسرعه. اول حاجه ان انا لازم اعيش صح. يبقى عيش صح، انت بتاكل ايه وبتشرب ايه وبتاكل اكل متوازن في الكميات بتاعته، وتاخد كمان بدل الحاجات بتاعت الموسم. في مصر سهله جدا حاجات الموسم، يبقى اللي بيطلع النهارده هتاكله. شفت فراوله خدها في السوق، يبقى الصيدليه موجوده عند الخضره والفاكهاني. الخضره والفاكهاني والالوان اللي عندهم تدينا حوالي 5000 ماده ترفع المناعه. سهله يعني جدا. حضرتك بتقول ناخد حاجه الموسم، ما ناخدش حاجه طالعه في غير موسمها. ده اللي انا بعمله. وكل ما تكون طبيعيه وتكون حجمها صغير، مش عايز بقى الحاجات الضخمه والكلام ده، وتكون انها كمان طازه، يبقى هتاخدها من الفلاحين اللي لسه جايين النهارده طالعين الفجر وقاعدين وبيبقوا عالي، تبقى كويسه جدا. حاجه بعد كده برضه المهمه ان انا احاول اعيش صح، حياتي صح. الانماط الحياتيه الجديده انت بتدخل ليه؟ كنت بتدخل قبل ما تتجوز، انت دلوقتي هتدخل ليه قدام الحامل؟ ما انت هتعمل لي مشكله في الجنين. طيب خلفت، بتدخل ليه تاني؟ يبقى اللي عايز يعمل اسره ما يدخنش، ما يشربش، ما يسكرش، ما يدمنش، بعدت. بعد كده ابتدي ان احنا تحاول، ما دام انت عايزين الاسره الصح، الاسره الصح يعيشوا مع بعض، يبقى لازم يفطروا ولازم يفطروا مع بعض وياكلوا مع بعض، يبقى في بسمه وفي تواصل في البيت. غياب البسمه وغياب التواصل يقلل المناعه، التوتر يؤدي ل 40 مرض من ضمنها نقص المناعه. النوم الجيد والنوم الصحي اللي هو بيبدا مبكرا واصحى مبكرا ده بيرفع المناعه. الرياضه غايبه عن حياتنا كتير جدا، يبقى لازم نمارس الحركه. مش عايز تلعب رياضه، اوكي اتحرك، اعمل حركه على الاقل نص ساعه، امشي بسرعه، مش على البتارين. عملنا الحاجات دي كلها وتابعوني في النت انا بس، اللي هي في حاجه اسمها المبادره المصريه لرفع المناعه، 5 في 1 اللي هو 5 الوان في طبق واحد. كلمه نهر، نوم، هواء نقي على قدر الامكان، امشي في مكان فيه مفتوح وما يكونش فيه تلوث، رياضه. وبعد كده ان احنا كلمه الاسد اول حرف الف اعشاب، اللام اللبن، الالف الثالثه حرف الف ده هو فيتامين الف، موجود في الجزره والحاجات الورق الخضراء والحاجات البرتقانيه والحاجات الصفراء، دور عليها حسب الموسم بتاعك. بعد كده السين، فيتامين سي مش بس في البرتقال والليمون، لا ده الجوافه والكيوي والبروكلي، وبعدهم الفراوله وقبلهم الفلفل بالوانه كلها. بعد كده ده الفيتامين د، اسهل حاجه ما تطلع من 8 ل 10 روح اتمتع بحاجه شويه شمس، هترفع مناعتك. فيتامين د مش بس هيرفع مناعتك، ده هيمنع لك كمان السرطان ويقلل من الرفض. من ضمنها الكسل المتكرر، من ضمنها نقص المناعه. بقول لك حتى بينتهي بالسرطان في حتى السعاده نفسها والمزاج العالي برضه ماشي مع فيتامين د. يبقى الناس اللي عندها، الناس اللي في السويد والدول الاسكندنافيان دي، اسكندنافيان كانتريز دي، بيبقى عندهم اكتئاب اكتر وانتحار اكتر عشان ما بيشوفوش عندهم شمس فيتامين د. يبقى احنا كل ما كان في شمس الناس بتبقى مبسوطه، بتبقى سعيده، حلاوه شمسنا، بتبقى الناس المزاج عالي، هرمون السعاده بيبقى اعلى.